لو فاكرني جاي اهزر او اسف فمعلش اركن الهزار والسف على جنب دلوقتي خالص، عشان اللي حصل النهارده ده كارثه بكل معاني انت مش فاهم قد ايه اللي حصل النهارده ده كارثه، مش خساره عاديه. هتقول لي طبعا اي فرقه في الدنيا بتكسب وتخسر وعادي. كارثه مش ان ليفربول خسر 3 على ملعبه، الكارثه مش ان ليفربول ما كانش ليه لا طعم ولا لون ولا ريحه على راي المعلق فعلا النهارده على ملعبه. الكارثه ان ليفربول خسر من المركز ال 19 على الدوري، ثلاثيه نظيف على ملعبه. الكارثه ان ليفربول في اخر 7 مباريات في الدوري خسر منهم 6، لا ومش اي 6، ده ميكس جميل بقى. يعني عايز اقول لك ان مانشستر سيتي حط 3، برينتفورد حط 3، نوتنجهام فورست حط 3 منهم ماتشين اصلا على الانفيلد. اكيد مش محتاج اقول لك ولا افكرك، ايزاك، ايكيتيكي، فيرتس، كيركز، فريمبونج، الفريق اللي صرف 500 مليون في الانتقالات الصيفيه، الفريق اللي المفروض حامل لقب الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم، حاليا في المركز ال 11 على الدوري. سيبني اقول لك يا ليفربول يا اخويا، دي مش مجرد خساره، انت في كارثه. معلش لو بقلب عليك المواجع وجاي ازود همك بهمين، بس دي حاجه برضو تضايقني المفروض كمشجع لريال مدريد، ان الفتره الاخيره ده منظرك وكسبت ريال مدريد، فدي كارثه بالنسبه لريال مدريد برضه، ما تتعداش عادي كده.